ومين عنده مشاكل في الشعر؟ عمرنا ما درسناها في كليه الطب ايه هي النضاره؟ يقع تحتها ايه بالظبط؟ مفيش حاجه اسمها كده. مين هنا؟ وسوري في السؤال يعني بيلعب جسمه بالليفه؟ ناس مترصده، يا ترى هيقول صح يا ترى هيقول غلط؟ هيضربنا ولا ايه؟ لو عندي فيلر وبعد ما شافوك يقولوا لك ايه ده انت عندي فيلر، يبقى الفيلر فشل، ما ينفعش. المفروض يقولوا لك ايه ده حلويتي، مش عارفين ليه بقى. خلاص انت تقولي لهم بعديها العياده وانا النهارده هنتكلم عن موضوع مهم وانا متاكد ان هو يهم اغلبيه الناس اللي قاعده، اللي هو ethics in aesthetics. وهي كلمه صعبه شويه، معناها ببساطه اللي هو طب التجميل. كل ما له علاقه بتجميل المظهر او اعادته الى الطبيعه هو ضمن طب التجميل او الاستيتكس. التخصص ده بالذات لان هو فايرال دلوقتي، وكل التخصصات سواء طب او صيدله بتحاول ان هي تاخد شير الماركت ده. كله بيتكلم عن السكين كير، عن الهير كير، عن الميزوثيرابي والبوتوكس والفيلرز والحاجات دي. فمهم قوي ان احنا نتكلم عن ايه هي الحاجات دي وامتى بنعملها وايه الايثكس اللي المفروض نراعيها ككونسيومرز وكفيوتشر اديوكيتورز، لان انتوا صيادله المستقبل. زي ما دكتور علي قال انتوا الفيرست بوينت اوف كونتاكت مع اي بيشنت. دايما المريض بيروح للصيدلي الاول يساله والصيدلي بيوجهه. لو وجهه صح خد ثواب كل حاجه حصلت بعد كده، ولو وجهه غلط منه ربنا بقى. انا دكتور ايمن، انا اخصائي الامراض الجلديه والتجميل، مؤسس ومدير عيادات سمايل اب في اسكندريه. عندي او صاحب قناه دكتور ايمن على اليوتيوب. النهارده جاي اكلمكم عن الموضوع ده وان شاء الله هنخلي الموضوع انتراكتيف وهنتكلم مع بعض. مش هفضل اقول لكم كلام، الموضوع هيبقى منظم وسريع ان شاء الله. اول سؤال، مين هنا عنده انستجرام؟ يرفع ايده. تمام، اولموست 90%. مين عنده تيك توك؟ جميل، صح كلها. يوتيوب ممتاز. فيسبوك ده بتاع البومرز بقى ولا ايه؟ هتتفرج عليه؟ طيب، طول وقتنا تقريبا بنقضيه على الابس دي مش حاجه حلوه في العموم، بس في مجال الطب تحديدا بناخد منها معلومات دلوقتي، لان كل ما تفتح السوشيال ميديا بتشوف محتوى، ولو شفتي مره فيديو عن العنايه بالبشره واتفرجتي عليه للاخر هيطلع لك 15 فيديو بعديه زيه بالظبط. مين بقى بيشوف الحاجات دي؟ يرفع ايده. نسبه كبيره يعني ما شاء الله. طيب، مين هنا مش لازم يقول ايه المشكله، بس مين عنده مشاكل في البشره؟ حلو، ومين عنده مشاكل في الشعر؟ انا ما عنديش شعر اصلا الحمد لله، ايه المشكله؟ عامل لي مشاكل سبته بقى يروح. فالكلام اللي بنقوله مش موجه لمريض بعينه او شخص بعينه، واضح ان كل الناس محتاجه تسمع الكلام ده. طيب، بما ان احنا بنسمع السوشيال ميديا اكيد سمعنا عن الجلاس سكين، البشره الزجاجيه. تمام؟ خلوني اقول لكم ان مفيش حاجه اسمها كده. ماشي، مفيش حاجه اسمها بشره زجاجيه. السكين طبيعي فيه بورز، والبورز دي ليها فانكشن ما ينفعش نقفلها. نسمع كلمه ثانيه برضه اسمها النضاره، اللي هو مفهوم هلامي عمرنا ما درسناه في كليه الطب. ايه هي النضاره؟ يقع تحتها ايه بالظبط؟ مفيش حاجه اسمها كده. احنا ممكن نتكلم عن الايجنج، عن الرينكلز، عن الهايبر بيجمنتيشن، عن مشاكل في البشره زي الاكني، زي الروزيشيا، زي الانفلاميشن، ونبدا نعالج المشاكل دي عشان نرجع البشره للنورمال بتاعها. انما ايه هي النضاره؟ انت ممكن تصحي النهارده الصبح متضايقه تبصي في البشره في وشك تقولي ايه ده؟ فين النضاره؟ ده انا وشي غمق، ده انا بشرتي اكسدت، ده انا صح؟ مش هو ده اللي بيحصل؟ لو مبسوطه يقول ايه ده وشك منور النهارده، صح؟ فالموضوع فيه سايكولوجيكال امباكت كبير جدا. انا مقتنع البشر عندهم القدره على قراءه الافكار بس لسه ما يعرفوش. انت لما بتبقي متضايقه الناس بتعرف من المايكرو اكسبريشنز بتاعتك انت متضايقه. فيقول لك مالك؟ في ايه؟ وشك مطفي، فانت تاخديها بقى في النظاره. الكلام ده مش مظبوط. These are not valid sources of medical information. ما ناخدش معلومات طبيه من على السوشيال ميديا. 99% هدفه ان هو يجراب يور اتنشن، وعشان يجراب يور اتنشن عايز يقول كلام غريب. لو قال الكلام التقليدي اللي انا بقوله لكم دلوقتي هتزهقوا، هتسكروا اوي. فلازم يقول لك حط ايش الموز اللي بقى البقر نشا والحته دي حاجات زي كده. هتتفرجوا بقى وملايين مشاهدات ويشيلوا اللايك. طب في استثناء ان احنا ممكن نسمع على السوشيال ميديا، في استثناء اللي هو 99% يقولوا معلومات غلط. الشخص الوسيم ده كانت رسالته في بدايه صناعه المحتوى ان هو يقدم معلومه صح بطريقه لذيذه الناس تحب تتفرج عليها، وكانت النيه لله. لان انا لما بصيت على
التخصص بتاعي على السوشيال ميديا، ما لقيتش حد من الدكاتره، وللاسف اللي منهم موجود بيدي محاضرات فمحدش عايز يسمع، واللي الناس بتسمعه علشان مسلي وبيقول كلام غريب بيجيب ملايين المشاهدات والكلام اغلبه غلط. فكانت الرساله هنا بما اني يعني كنت رئيس فريق مسرح بقى وجو تمثيل وبتاع، خلاص اللعبه دي بتاعتي، هنتكلم ونقول معلومات صح بطريقه الناس تحب ان هي تسمعها، والحمد لله لقينا نجاح ممتاز في وقت قليل جدا. حاليا التوتال فولورز للبراند بتاع دكتور ايمن على اليوتيوب والتيك توك والانستجرام والفيسبوك يتفوق ال 250,000 متابع. نخش في الموضوع على طول. وات از سكين كير؟ ايه هو اكبر عضو في الجسم؟ غشش له. موجود من اول فروه راسك لحد صوابع رجليك، اكبر عضو في جسمك، فمحتاج ان انت تكير محتاج تاخد بالك منه. بس هو السكين like any other organ it has a function and it knows how to do it. يعني ايه؟ يعني الكبد مثلا مصنع الجسم، كل سموم بتدخل الكبد وتتحول لمواد الجسم يقدر يخرجها. هل بنقول محتاجين نشيل الجلد الميت من الكبد؟ لا، هو عارف شغله كويس. القلب عمال ينبض 60 نبضه في الدقيقه طول عمره، لو حسبتيها بقى الراجل هيطلع 2 نبضه. تقول هل محتاجين نوصل له كهرباء زياده عشان ما يتعبش؟ محتاجين نلعب رياضه بس عشان الصحه بقت حلوه. فالجلد نفس الموضوع، الجلد وظيفته ان هو يحميك. الجلد شبه الصيدلي بالظبط، هو باب الدفاع الاول. اي حاجه داخله جسمك لازم تعدي على الجلد، وظيفته ان هو بارير، ان هو يمنع دخول اي حاجه تضرك، وفي نفس الوقت يمنع خروج اي حاجه انت محتاجها. يعني يحفظ الميه جوه الجلد عشان يفضل مترطب، وظيفته يفضل شغال، ويخرج الفضلات زي العرق وثاني اكسيد الكربون وكده. فالوظيفه دي هو عارف يعملها كويس، مش محتاج مساعده مننا، مش محتاجين ان احنا ندسرها، محتاجين نمنتين. ودي بسيطه خالص. يعني مثلا هندي مثال بحاجه كلنا غالبا بنعملها. مين هنا وسوري في السؤال يعني بيلعب جسمه بالليفه؟ ناس مترصده، يا ترى هيقول صح يا ترى هيقول غلط، هيضربنا ولا ايه؟ طيب تعالوا نقول ان اغلبيه الناس بلاش كلكم واعيين بتستخدم الليفه اثناء الاستخدام علشان تشيل الجلد الميت. طب ايه هو الجلد الميت؟ عندنا طبقه على اول الجلد اسمها ستراتم كورنيا. الطبقه دي هو جلد ميت فعلا بس باي ديزاين، يعني مش ميت صدفه، مش اللي هو هو طالع والنواه بتاعت الخليه بتختفي وبيتحول لكيراتين علشان يعمل طبقه عازله على سطح الجلد شبه الازاز. مفيش حاجه تقدر تدخل منها الا عن طريق قنوات معينه، والميه اللي جوه الجلد تفضل محبوسه جوه فالجلد يفضل متغطى. لما نلعب الجسم بالليفه ونشيل الجلد الميت ده اللي هو السكرتم كورنيا، الطبقه دي بتحمينا، نبدا بقى نحس بمشاكل زي جفاف البشره، القشره اللي بتتكون على الجلد، لان الجلد بيحاول يعوض الطبقه اللي انت شلتها باسرع وقت ممكن عشان دي مشكله فلازم نحلها. فهي القشره بتتكون ومشاكل واكزيما وحساسيه، وكل ما احط منتج على بشرتي تحرقني. كل ده بسبب ايه؟ فهم غلط. ازاي نتواصل معاك يا دكتور ايمن؟ من اكتر الاسئله اللي بتسالها ازاي نتواصل معاك يا دكتور ايمن، او ازاي اكشف معاك يا دكتور ايمن وانت في اسكندريه وانا بره اسكندريه او بره مصر اصلا. عملت لك نظام للكشف والمتابعه اونلاين مخصوص علشان اقدر اساعدك. النظام ده انا اللي عملته بنفسي عشان يضمن دقه التشخيص والعلاج، وبرضه يحتوي على متابعه 24 ساعه على الواتساب مع العبد لله شخصيا. وكل اللي محتاج تعمله انك تبعت لي رساله على الرقم اللي هيظهر على الشاشه ده على الواتساب، وهرد عليك بنفسي علشان اقول لك التفاصيل، وربنا يقدرني واساعدك. طب ازاي نمنتين السكين؟ ايه هو السكين كير؟ All we need are 3 letters CMP. اظن مش محتاج اقول حاجه تاني، كلام واضح. ها؟ برافو، الدكتوره هنا قالت كلينزر، مويسترايزر، فوتو بروتكتور. مش محتاجين اكتر من الثلاث حاجات دول. ده البيزكس اوف سكين كير. اي حاجه اكسترا على الثلاثه دول يا اما احنا بنعالج بيها مشكله يا اما بنحاول نريفرس مشكله حصلت زي ايجنج رينكلز. فلو انت اوريدي بشرتك كويسه ما فيهاش مشاكل مش عايزين اكتر من كده. تمام؟ نبذه سريعه عن كل واحد. طب الكلينزر وظيفته ايه؟ removes dirt, oil, pollutants, microbiota without disrupting the skin barrier. preventing inflammation and barrier dysfunction. مهم قوي ان احنا نفهم ان الكلينزر مش لوجو ان هو يخش جوه المسام وينظفها ويعالج الحبوب ويخلي البشره زجاجيه، مفيش الكلام ده. الكلينزر كل وظيفته ان هو ينظف سطح الجلد من الحاجات اللي احنا قلنا عليها، وده ما بياخدش اكتر من 10 ثواني. اغلبيه الناس بتستخدم الكلينزر غلط، تقعد بقى تفرك الوش من دقيقه
5 دقائق على حسب شافوا الكلام ده على السوشيال ميديا. فيديو يقول لهم دقيقه، فيديو يقول لهم 3، فيديو يقول لهم 5، يقول لهم استخدموا الفرشه اللي في الكلينزر، وده غلط، وكل ده بيديسربت البارير فانكشن اوف ذا سكين. انا قاعد معاكم في البيت انا شايف الكلام. مهم قوي النقطه دي ان احنا ما نعملش اوفر كلينزنج، ان احنا ما نقعدش نغسل وشنا بالكلينزر 3 4 5 مرات في اليوم. مره مرتين كفايه، حتى لو البشره دهنيه اخرنا مرتين. بقيه اليوم بنغسل بالميه عادي وبندهن بعدها المويسترايزر. ليه؟ علشان يستورز اند مينتين سكين هايدريشن باي رينفورسينج ذا ستراتم كورنيوم، الطبقه اللي انا قلت لكم عليها اللي زي الازاز اللي هي اصلا بتحميه، وانهانسنج بارير فانكشن تو بريفنت لانس انديرمال ووتر لوس. عارفين الخاصيه الاسموزيه الاوزموزس؟ لما انا بغسل وشي بالميه، الميه اللي من بره فيها املاح، الميه اللي جوه ما فيهاش، الميه اللي جوه تطلع لبره فيبدا يحصل جفاف في الجلد بعد الغسيل. عشان كده لما بتنزلي البحر تقعدي في الميه كتير تطولي شويه في الدش تلاقي صوابعك كرمشت. تمام؟ فمهم جدا بعد الغسيل ان احنا نحط مويسترايزر، يفضل في خلال اول 3 دقائق. طيب فوتو بروتكتور ده اهم واحد فيهم. الولاد خدوا معايا عشان انتوا ما تستخدموش حاجه معايا. لو هتستخدم حاجه هو ده. تمام؟ لان اشعه الشمس فيها الترا فايولت ريز، مش كل اشعه الشمس مفيده، في كتير منها مضره. والكرونيك اكسبوجر للالترا فايولت ريز هو المين ريسك فاكتور اوف سكين كانسر، فوتو ايجينج اللي هو التجاعيد والترهل الجلد والفريكلز واللينتجنز التصبغات اللي بتظهر مع السن، وطبعا الهايبر بيجمنتيشن والملازمه والحاجات دي كلها. فاحنا نمنعها باستخدام السان سكرين. اي نوع يا دكتور؟ اي نوع 30 او اكثر، وكل الانواع اللي في السوق 50 او اكثر، وان هو يكون مناسب للبشره. يعني انا لو بشرتي دهنيه ما استخدمش كريم تقيل، استخدم جل او لوشن. لو بشرتي جافه استخدم كريم عشان يرطب. مور ديتيلز فور فيلو الزهايمرز بيشنت، عشان انا بنسى كل حاجه فاكيد انتوا كمان بتنسوا كل حاجه. فريفرنسز عندنا الدليل الكامل للعنايه بالبشره اللي بشرته دهنيه، روتين البشره الدهنيه من الناحيه العلميه، ومعلومات اكتر عن نواقي الشمس، ريفيو خرافات عن نواقي الشمس، لان هو زي ما اتفقنا اهم حاجه واكتر حاجه بيتقال عليه خرافات زي تدهن 3 صوابع و5 صوابع والحاجات الغريبه اللي بنسمعها. كل ده هنلاقيه فين؟ على قناه دكتور ايمن على اليوتيوب. طيب نخش في المرحله اللي بعدها، وات از ستاتس. احنا كدكاتره دورنا بقى بيجي فين؟ لو احنا حافظنا على بشرتنا الاول ان شاء الله ما تحتاجوناش في حاجه. لو عملنا ال3 اللي بنقول عليهم كان صحي، بنلعب رياضه، ان شاء الله تجيش دكتور جلديه ولا دكتور تجميل في اي حاجه واحده. بس لو احتجتيه لازم تفهمي ايه هو الطب التجميلي. عندنا aesthetic medicine includes all medical procedures that are aimed at improving the physical appearance and satisfaction of the patient using non-invasive to minimally invasive cosmetic procedure. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اي اجراء بنعمله علشان نحسن شكل المريض ورضاه. والاجراءات هنا بنتكلم على non-invasive ومينيمال invasive زي الفيلر والبوتوكس والمايكرو نيدلينج والميزوثيرابي والحاجات دي. لو دخلنا بقى في سكه الجراحه ده بلاستيك سيرجري، ده يعتبر خارج الجسم، وده تعريف الامريكان اكاديمي اوف استيك ميديسن. عندنا تعريف تاني بيضيف حاجه في الاخر يقول لك beyond the traditional therapeutic framework، ده تعريف الانترناشونال يونيون اوف استيك ميديسن. يعني ايه beyond the traditional therapeutic framework؟ يعني لو عندي مريض حب الشباب، الطبيعي ان انا اعالج حب الشباب استيتيكلي، عايز اعالج له اثار حب الشباب، عايزين نرجع الوش للشكل الطبيعي. كوزموتيك بروسيجرز اكيد كلكم بتسمعوا عنها، وات ار ذي وين تو دو ذم. الفيلرز، بوتوكس، ميزوثيرابي، سكين بوسترز وده الترند حاليا، والكنترول انجري ودي تشمل الديرمابين والفراكشنال ليزر والهيلينج بكل انواعه. نتكلم على كل واحده فيهم سريعا. ايه هي الهيالورونيك اسيد فيلرز؟ دي انجكتبل جيلز كومبوز اوف كروس لينك هيالورونيك اسيد، والهيالورونيك اسيد ده ماده طبيعيه موجوده في الاكسترا سيلولار ماتريكس في الجسم، يعني موجوده في الجلد وموجوده في العين وموجوده في المفاصل، وجسمنا بيقدر يكسرها بمنتهى السهوله ويقدر يصنعها كمان. الماده دي غرضها ان هي تحافظ على المويستر، تحافظ على الرطوبه، تمتص الميه وتحافظ على رطوبه المكان اللي هي فيه. الفيلر كلوز لينك
يعني جايبين الهيالورونيك اسيد ده وعاملين بين الجزيئات بتاعته روابط عشان ما يبقاش ديجريدابل بسهوله، يقعد فتره اطول. في المتوسط بيقعد من 6 ل 18 شهر على حسب مكان الحقن، نوع الفيلر، الشخص اللي اتحقن، وممكن يقعد اكتر من كده. في دراسات جديده قالت الكلام ده. طيب بنستخدمه ليه؟ علشان ريستور فوليوم، عشان نكونتور الفيشل فيتشرز، عشان نسموث الستاتيك لاينز. يعني انا لو عندي حد فقد فوليوم في وشه، واحده مثلا خست 20 كيلو في شهر، فقدت نسبه دهون رهيبه في وشها، ما ينفعش اقول لها تخني تاني، مفيش حاجه اسمها كده، لان هي خست لسبب وان هيلثي ان هي تتخن تاني، بس شكلها مضايق. فهنعوض الفوليوم ده بالفيلرز. وفي نفس الوقت لو في ساجنج في الفيس، يعني مع الايجنج والجرافيتي بنتعرض للجاذبيه طول عمرنا، مع الايجنج السكين بيضعف، الفات اللي تحت الجلد بيروح، فالوش بيبدا ينزل لتحت، يبدا يظهر لنا ميزوليا بولز، يظهر لنا حاجه هنا اسمها الجاولز اللي هي الدهون اللي بتظهر هنا. كل ده ممكن يتصلح بالفيلرز عن طريق ان احنا بنحقن في اماكن معينه عشان نعمل ليفتنج للفيس، نرجعه لوضعه الطبيعي. نحط 100 خط تحت الجمله دي، احنا هدفنا نرجع الجسم للوضع الطبيعي، للشكل الناتشورال. لو حقنتي فيلر وبعد ما شافوكي قالوا لك ايه ده انت حقنتي فيلر، يبقى الفيلر فشل، ما ينفعش. المفروض يقولوا لك ايه ده حلويتي، مش عارفين ليه بقى. خلاص انت تقولي لهم تبعتيها على العياده وانا indicated. قلنا بقى احنا الانديكيشنز: rejuvenation, volumization and correction of age-related tissue loss. هندي مثال من حاله انا اللي عاملها بنفسي. الحاله دي زي ما انتم شايفين كان عندها هنا توتال فوليوم لوس في الميد شيكس، عندها خدود صغيرة خالص لان هي خست حوالي 20 كيلو في شهرين، وشها نزل لتحت، الجاولز دول بداوا يظهروا اللي هي الدهون اللي تحت هنا، والنيزولينيال فولز مبينه جدا، والدارك هالز. كل ده عملته عشان فرح بنتها، فدلوقتي عندها فرح ابنها مش عايزه تكون بالمنظر ده، فعملنا لها ايفالويشن وحقنا فيلر، رجعنا الفوليوم في الميد شيكس زي ما انتم شايفين، بدا الوش يترفع لفوق، حقنا في الماندبل في الجو لاين عشان نظبط الجو لاين، نصلح الجاول اللي هنا، وبرضه الدارك هالز اتصلحت شويه. الحاله دي بعد اسبوعين جايه بتدعي لي في العياده، محدش عارف ان هي حاله فيلر، اللي شافها لا وشي جرد، وشي احلو. هو ده المطلوب. بوتيولينم توكسين او بوتوكس هو بيوريفايد نيوروتوكسين مشتق من بكتيريا اسمها كوليستروديوم بوتيولينم. معلش الاسامي صعبه نطقها. التوكسين ده بينهبت ماده اسمها الاسيتايلكولين في النهايات العصبيه اللي رايحه للعضلات، فبيعمل تمبوري ماسل ريلاكسيشن. مهم قوي ان احنا نسمع كلمه تمبوري لان هو مؤقت مش حاجه دائمه. البوتوكس بيقعد تقريبا من 3 ل 6 شهور على حسب قوه العضله والجسم بيكسره قد ايه. فلما بنحقنه في اماكن معينه ايه غرضنا؟ ان احنا نعالج الدايناميك رينجز زي الجلابيلر لاينز اللي هي خطوط التكشيره، زي الكلوز فيت اللي هي الخطوط الضحكه اللي بتظهر هنا لما حد يضحك، والفورهيد لاينز، لان الخطوط دي لو اتثابت هي خطوط تعبيريه في الاول، ولكن مع حركه العضله المستمره على مدار سنين طويله بتبدا تعمل حفر في الجلد وتثبت على طول، مش ساعتها البوتوكس مش هيعالجها. فبريفنشن از بيتر ذان كيور. زي حاله كده دي كان عندها فورهيد لاينز قويه جدا، وكان الغرض هو البريفنشن من ان اللاينز دي تتحول لجروفز بيرمننت ما نقدرش نعالجها، فحققنا فيها نسبه بوتوكس صغيره جدا زي ما انتم شايفين. طبعا اللاينز واحد خالص. ميزوثيرابي، طبعا الناس بتسمع ميزوثيرابي بتفتكر ان هو حاجه معينه. كلمه ميزوثيرابي هي انجكشن ان ذا ديرمس ان ذا سكين. اي انجكشن في الجلد يعتبر ميزوثيرابي. بيبقى غرضنا ايه؟ ان احنا نحقن بايو اكتيف سبستانسز زي الفيتامينز والامينو اسيدز والانزيمز والبيبتايدز عشان نحسن السكين كواليتي ونحفز الفايبروبلاستس اللي هي الخلايا اللي بتكون الكولاجين في الجلد، او اي خلايا احنا عايزين نحقن فيها، او نحقن في الشعر عايزين نحفز بصيلات الشعر. وبرضه بنتارجت بيه لوكالايزد فات عشان نعمل لايبوليسيس. indicated for skin rejuvenation, treating hair loss والمعين لايبوليسيس، يعني إزالة بعض الدهون في أماكن عديدة. سكين بوسترز هي تعتبر نوع من الميزوثيرابي، بس هي عشان بقت ترند ولسه سمعت عنها فحطيناها كنوع لوحده، ويقع معاها حاجه اسمها كولاجين بايوستيميوليتورز تقريبا سينونيم، يعني نفس الاسم نفس المعنى. دي مواد بنحقنها في الجلد مينلي بتبقى ستابيلايزد هيالورونيك اسيد، في حاجه اسمها بولي لاكتيك اسيد، في حاجه اسمها كالسيوم هيدروكسي الدايد، في حاجه اسمها بي دي ار ان اللي هي مشهوره اليومين دول باسم حقنه السلمون، اللي هي متاخده من السلمون سترينج دي ان. كل ده بيتحقن في الجلد علشان يحفز الكولاجين سينثيسيس في الجلد، فيحسن التكستشر بتاع الجلد والهايدريشن بتاعه، فنضيع الفاين لاينز، نحسن السكين تكستشر، نعمل ريفرسال للايجنج بروسيس، ونحسن الفوتو ايجنج.
اخر حاجه معانا الكنترول انجري زي الديرمابين والفراكشن ليزر والبيلينج. كل الجلسات دي احنا بنستخدمها عشان نعمل اصابه عمديه للجلد، بس اصابه سطحيه. الاصابه دي غرضها ان انا بستفز الاعصاب اللي في الجلد ان هي تحفز البيزل سيل لايرز او الخلايا اللي بتجدد طبقات الجلد والفايبروبلاستس اللي بتزود الكولاجين، هي تيجي للمكان ده عشان تصلحه. هو ما فيهوش حاجه تتصلح لان قلنا الاصابه سطحيه، فبتصلح اللي موجود زي الاجني سكارز والفاين لاينز، الديسكرومياس لو في عندنا هايبر بيجمنتيشن تصبغات ممكن نعملها بيلينج يحسنها كتير. في بعض الحالات مش كل الناس ينفع تعمل بيلينج، لازم نسال في الاول وين تو دو. ده السؤال المهم. طب والله حلو الكلام ده يا دكتور، هو ده اللي هيجيب النضاره ده، طب ما نعمله بقى يلا. كونسلت اتراستد ديرماتولوجيست، دي اول حاجه. الكلام ده ليكوا ككونسيومرز وليكوا كاديوكيتورز، يعني حد يجي يسالني انا بفكر اعمل كذا تقول لنا الكلام ده، نكشف عند دكتور جلديه تراستد. ليه قلت تراستد؟ لان للاسف بنشوف مراكز كتير بتفتح ما بيبقاش فيها دكاتره اصلا، او بيشغلوا دكاتره لسه في امتياز، مجرد ان هو يشغل الجهاز او يدي الحقن، اللي هو تخشي مركز تقولي انا عايزه كذا يعملوا لي كذا، مفيش دكتور يبص عليكي. طب ما هو كذا ده ممكن ما يكونش مناسب، لازم نفحص الحاله ونشوف ايه المناسب ليها الاول. بعدين الدكتور بيعمل كيرفول ايفالويشن، يبص عليكي يشوف ايه المشكله اللي احنا بنحاول نصلحها. الدكتور يسالك ايه اللي مضايقك؟ ايه اكتر حاجه مضايقاك؟ ممكن تبقي فاهمه اللي مضايقك حاجه وهو حاجه ثانيه. اللي مضايقني النيزوليتال فولز اللي هي الخطوط اللي هي عايز تحقني فيها هنا، لا ما هو ممكن يكون السبب ان وشك نازل لتحت، فمحتاجين نعمل ليفتنج من فوق عشان نضيع الخطوط. فالفالويشن مهم جدا. بعد الفالويشن هنكونسيدر اور اوبشن. في دلوقتي الدكتور خسر 90 كيلو قال لك انت محتاجه 10 سنجات فريش، تمام، معيش فلوس يا دكتور، فكري بقى طب هنحل المشكله دي ازاي؟ نقعد مع الدكتور عايزين نحط ستيبس. طب انا اقدر اعمل ايه دلوقتي؟ وناخد سيشن ثانيه بعد شهرين، سيشن ثانيه بعد 4 شهور عشان نوصل للتارجت ريزلت اللي انا عايزه. Listen to your doctor's advice، لان الدكتور invested in your results. الدكتور هدفه ان انت تتحسن، مش هدفه اي حاجه ثانيه. و don't listen to social media. don't listen to social media. باكد تاني ما نسمعش السوشيال ميديا يا جماعه. مش عشان السوشيال ميديا قالت لك زيت السنس بديل البوتوكس معنى كده تبقى حاجه، لا مش الكلام ده. ريكومنديشنز ليكوا كصيادله المستقبل وفيوتشر اديوكيتورز، بريفنشن از اولويز بيتر. يعني كل ما نبدا بدري في السكين كير كل ما نحافظ عليه. ignore the noise، تجاهل السوشيال ميديا. لو ما قدرتش join the fight. ابدا انت وعي الناس، انت عندك الاوثوريتي، بس تقول كلام صح، ما تقولش كلام غلط. الدوشه كلها غلط للاسف عشان الصح قليل. انا املي فيكم ان انتوا تقولوا صح. انا بحاول لوحدي، محتاج مساعده بعد منكم. انا بحط عايز يشرفني والدكتور علي ضغط عليا ان انا اخد 50% لاي حد حضر